السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة اكلة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطة، بتمنى تعجبكم. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تصلوا على الرسول، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة معانا فول للتدميس، ده كان كيلو فول. هنغسله كويس جدا وهننضفه وهننقعه لمدة يوم كامل. بعد ما نقعنا الفول بتاعنا لمدة يوم كامل هنضيف عليه نص كوباية من الفول المدشوش ونص كوباية من العدس الأصفر مغسولين كويس جدا ومصفيين. هنضيفهم مع الفول بتاعنا وهنقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هنضيفهم في حلة كبيرة أو في الدباسة. أنا ضفتهم في حلة كبيرة وهنضيف عليهم مية زيادة وهنغطي على الفول بتاعنا وهنسيبهم على نار عالية لحد ما يغلي معانا. واول ما الفول بتاعنا يغلي هنوطي عليه وهنسيبه على نار هادية. بعد ما وطينا على الفول بتاعنا وسبناه على نار هادية، اول ما يتشرب المية بتاعته هنجيب عليه حوالي كوبايتين مية، هنعصر فيهم ليمون وهنسيبهم يغلوا على النار. بعد كده هنضيفهم على الفول زي ما انتوا شايفين. كل لما مية الفول بتاعنا تقل هنبدأ نزودها بمية مغلية معصور فيها ليمون. صدقوني الحركة دي بتفرق جدا وبتخليه مميز وطعمه حلو قوي. بعد ما سيبنا الفول بتاعنا على نار هادية لمدة 3-4 ساعات على حسب الوقت اللي هيتستوى فيه معاكم، ده شكله بعد ما خلص حلو جدا. وده الفول بتاعنا بعد ما خلص زي ما انتوا شايفين مستوي معانا ودايب. جربوه بجد هيعجبكم قوي. زي ما انتوا شايفين بالشوكة بيتهرس معانا بكل سهولة، مفيش حباية فيه مش مستوية. هنضيف عليه رشة ملح وهنضيف عليه زيت زيتون، وبألف هنا وشفا ليكم. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. رمضان كريم.